صباح الخير او مساء الخير الوقت اللي حضرتك بتشوفني فيه، فان شاء الله يعني معانا قصة وعبرة هنقولها النهاردة. القصة يعني ازاي لسه المحترف بيسرقك في حراسة الشرطة. يمكن قصة قريتها عجبتني من الأدب الرومي، وهي إن لسه محترف اصطحب معاه لص مبتدئ. دخلوا القصر، فطبعا دور على الخزنة والمجوهرات والحاجات دي كلها، سرق طبعا اللص الفلوس والحاجات وجابها وكده. فطبعا اللص المبتدئ عاوز يجري بقى، خلاص هو سرق، يعني سرق وخلاص. فطبعا لص كبير قال له لا. فقال له طب ازاي، ومتوتر وبتاع. قال له اللي انا بقول لك عليه تعمله، انا كلمتي اللي تتسمع وبتاع. المهم قال له روح هات لنا من التلاجة آه، 3 حاجات نشربها يعني. فالمهم راح جاب 3 عبوات يشربوها. فحط ال3 عبوات قدامه وفرد كوتشينة كانت في ايده والفلوس والحاجة. فطبعا قال لسه كل ده واخد راحته يعني. قال له هات لنا، اعمل لنا 3 كوبايات شاي. فعمل 3 كوبايات شاي وحطهم وكده. في خلال الفترة دي دخل صاحب القصر عليهم بالمسدس وبتاع، وايه الحكاية الرواية. فالمهم طلب الشرطة. فالمهم جت الشرطة يعني. فكل ده اللص الكبير ثابت ما بيتهزش ولا اي حاجة وكده. فجت الشرطة، ايه الحكاية؟ قال له من اللص، قال الضابط والقوة، قال لهم ان احنا بنلعب قمار وكسبناه وكده، ف عاوز يقتلنا يعني بالمسدس وبتاع كده. خلاص خلصوا المهمة الشرطة وماشية. فطلب من الضابط، قال له استأذنك احنا في حمايتك يعني. فخدهم الضابط طلعهم. فطبعا انهم بيلعبوا قمار وكده وكسبوه. فالمهم خدوا المجوهرات والفلوس وكل حاجة، وخدوا بعضهم وإيه، طلعوا في حراسة الشرطة. وهكذا يسرق اللصوص الناس بمنتهى الاحترافية يعني. وإن شاء الله نلتقي في قصة تانية برضو، موعظة وعبرة يعني بإذن الله.